جيت اجهز فطار ما لقيتش عندي عيش، انزل اجيب؟ لا طبعا، انا اشمر واعجن واعمل شويه عيش شامي كده ريحتهم تملى البيت كده. تعمليهم بشويه دقيق وميه وهتملي بيتك خير. وما شاء الله اللهم بارك، كيلو الدقيق بيعمل لك فوق ال40 رغيف. تعمليه بالحجم اللي انت عايزاه. بصي شكله حلو ازاي ومفرغ من جوه ومنفوش كده وخفيف. وطعمه ما اقولكيش على جماله. كيلو الدقيق بيملى عندك الدنيا. ويا سلام بقى على دخول رمضان كده، تعملي كمية 2 كيلو 3 كيلو وتملي الفريزر عندك وما تشيليش هم العيش طول الشهر. هسويهم في فرن البوتاجاز، مش هنسويهم في الطاسة علشان ننجز الوقت. وكمان الفرن بيديله اللون الجميل الأحمر من فوق ده ومن تحت كمان، وبيسويه تسوية مظبوطة جدا وبينجز معاكي. ولو اول مره ليكوا في قناتي، انا شيماء عادل، ما تنسوش تفعيل زر الجرس والاشتراك علشان يوصلكوا كل جديد مني. يلا بينا بقى مع بعض نشوف الطريقه ازاي. معايا هنا كيلو من الدقيق، حطيت عليه حوالي معلقتين ونص من الخميره البيره. اللي متابعني عارف ان انا بحب الخميره البيره قوي، بتنجز ومضمونه شويه عن الخميره الفوريه. وعليهم معلقه سكر ومعلقه صغيره ملح، وبعجن بزيت. انا كان عندي كوبايه زيت وعليها معلقه زبده، فاستخدمتها. انت لو عندك زيت بس الزيت بيبقى احلى طبعا، الموجود عندك استخدميه. كيلو الدقيق عندي بياخد 6 معالق من الزيت. بنحط حوالي 4 معالق في الاول، وفي الاخر خالص بعد ما بعجن العجينه كده بحط معلقتين، بحيث تديني نعومه كده ولمعه في العجينه حلو قوي. وبعجن بميه، طبعا عاوزه تعجني بلبن براحتك. الميه واللبن النتيجه واحده، بس اللبن بيكون مغذي طبعا شويه، وده طبعا يرجع ليكي. هنا بدأت أعجن العجينة بتاعتي. المية اللي أنا بعجن بيها مية دافية طبعا، والمقادير بالجرام وبالكوباية هكتبها لكم في صندوق الوصف. هي الوصفة أصلا مش محتاجة مقادير، مقاديرها بسيطة جدا جدا وموجودة عندنا كلنا. دقيق ومية وبس كده، فتعملي أحلى عيش. هنا أهم خطوة في عجينة العيش معايا هي العجن. طبعا لو عندك عجان هينجز معاكي جدا جدا، حطي المكونات كلها فيه وهتطلع العجينه جميله معاكي. انا بنزل بالعجينه على الرخام علشان اقدر اتمكن منها. دول اخر معلقتين من الزيت معايا. قبل طبعا ما الم العجينه كده بحطهم، بحيث يخلوا العيش كده فيه لمعه حلوه، وروح العيش تبقى حلوه كده معاكي. بعجنها طبعا، بفضل اربي العجينه عرق كويس، بحيث ان هي لما تخمر معايا يبقى العيش ناجح ويبقى مفرغ من جوه، والعجينه تبقى خفيفه معاكي. كل ما تربي لها عرق كل ما نجحت معاكي. الخميره البيره اللي انا بستخدمها موجوده في الافران، وكمان موجوده عند العطارين. بتنجز معاكي وبتخمر العجينه كويس قوي، بتخليها ناعمه وريحتها حلوه قوي كده. وكمان ما بتحتاجش منك اختبار خالص، هي ما شاء الله بتبقى ناجحه ومضمونه شويه عن الخميره الفوريه. خلصت العجن بتاعي وحطيتها في البوله، وحطيت عليها ستريتش ريب وفوطه كده، وسبتها حوالي ساعه الا ربع معايا، كانت خمرت وما شاء الله اللهم بارك. وكمان احنا في الشتاء، يعني في الصيف مش هتاخد معاكي نص ساعه، هتكون خمرت معاكي. جبت بقى صواني جنبي وبدات ارش فيها دقيق كده، وهكور العجينه بتاعتي، هعملها كور صغيره. طبعا الحجم ده بقى يرجع ليكي. عايزه العيش صغير كده على قد الاستخدام، يعني اللي ياخد رغيف يخلصه ما يتهدرش منه. او عاوزه تعمليه كبير وتنجزي في الوقت ده كله، طبعا يرجع ليكي. في الاول اول خطوه معانا طبعا العيش بيتعمل على مراحل. اول مرحله هي تخمير العجينه. خمرت معايا، ببدا اعملها كور كده واسيبها تخمر تاني. الكور اللي انتوا شايفينها في الحجم دي انا عاملاها قد البيضه الصغيرة. بكورها كده وارصها في الصواني عندي، وبعد كده اغطيها تاخد حوالي نص ساعة كمان. كل الكور دي حجمها بيتضاعف تاني، تبقى قد البيضة الكبيرة كده. كل كورة من دول بتتضاعف حجمها. ما شاء الله اللهم بارك، كيلو دي بيرمي عندك كمية كبيرة قوي، وبيكفي ويفيد كمان. ببدأ أكورها كده. أنا جبت الطبق النحيدة علشان خاطر تشوفوا التقطيعة. بضغط على العجين بإيدي كده، تطلع كورة في إيدي، بقطعها وأبدأ ألفها كويس قوي قوي بإيدي، بحيث تبقى مكان ما لميت الكورة كده تحت أحطه الوش الناعم بتاع العجينة فوق، ومكان لمة الفيونكة بتاع الكورة كده تحت. كل ده هيروح طبعا في الفرد. أنا هخلص الكمية كلها، ببدأ أقطعها كده واكورها بايدي، واحاول وانا بكورها كده اضغط عليها كويس قوي، بحيث ما يبقاش فيها اي تشققات كده. وكمان كل صينيه بخلصها بغطيها واركنها على جنب. وكمان ابقى فاكره اول رغيف بدات بيه فين علشان ابدا افرد فيه، وكمان هيبقى هو اول رغيف يدخل معايا الفرن. طبعا العيش ده بيتسوى في الفرن، وكمان بيتسوى في صينيه على النار من فوق عادي.
بس الفرن بينجز معايا، وكمان أنتِ بتتحكمي في لون العيش معاكِ، يعني أنا سويته على نار هادية، وكمان كنت مشغّلة الشواية علشان ياخد لون أحمر من فوق وأحمر من تحت كده. ولو عاوزة تسويه في صينية برضه بيبقى حلو جدًا، جدًا. ممكن تحطي صينيتين قصاد بعض وتشتغلي فيهم الاتنين من غير ما تشغّلي الفرن خالص. إنما إحنا بقى في الشتا والفرن بيدفي الشقة، فشغّلتهم في الفرن، والصاجة الكبيرة بتاعة الفرن بدأت أحط الصاجة بتاخد حوالي 8، 9 كده، وعلى حسب برضه حجم الفرن بتاعِك، وهتخلّصي الكمية كلّها ومش هتحسّي بيها خالص. يعني ممكن تحطّي الصاجة وفوقيها الشبكة، والشبكة كمان فوقيها صينية، وهتنجزي الكمية كلّها، مش هتاخد في إيدِك حاجة خالص. هنا بدأت خلّصت الصينية، وكان في صينية تانية برضه خلّصتها، والاتنين حطيتهم عليهم فوط. وفي الوقت ده كنت مشغّلة الفرن يدفّي المطبخ، بحيث العجينة ما تاخدش وقت في التخمير معايا، بيساعد العجينة طبعًا إنها تخمر بسرعة. هنا بقت الكمية ما شاء الله اللهم بارك، ده كله كيلو دقيق عمل لي فوق ال40 رغيف. ممكن تعملي الحجم الكبير شوية، هيعمل لك 20 25 رغيف. طبعا كل سنة وانتم طيبين، احنا داخلين على رمضان. العيش ده بيبقى حلو جدا جدا في السحور، وممكن طبعا تحمصيه كمان، وبعد ما بتعملي الكمية دي تخزنيها في اكياس في الفريزر، وبتطلعيه على وقت الاستعمال، بيبقى حلو جدا جدا وبيقعد معاكي. لو عاوزاه مغذي شوية ممكن نعجنه بلبن، نفس كمية المية بتبقى هي نفس كمية اللبن. هي بيبقى كوباية مية دافية أو كوباية لبن دافي، وبنعجن بيها. هنا ما شاء الله اللهم بارك، بعد ما رفع بعد حوالي نص ساعة الكرة الواحدة فيهم بقت الضعف. جبت صينية بقى جنبي ورشيت عليها دقيق كده، وهبدأ أفرد معايا كرات العجين. كل ما أفرد واحدة هحطها في الصينية فوق الدقيق كده، لازم يبقى تحتها دقيقة عشان ما تلزقش في الصينية وتبقى سهلة وأنا بخرجها وبحطها في الفرن، أو بتحطيها على الصينية على البوتاجاز ما تبقاش لازقة، وعشان العيش يرفع معاكي ويبقى خمره كويس قوي، وما نضيعش خمره بعد ما يرفع. دي تالت خطوة معايا. بفرد العجين، بص السمك بتاعه، طبعا انت عايزاه تخين عن كده سميك براحتك. كده الرفع والسمك اللي انا عاملاه ده طلع معايا زي ما شفتوه في اول الفيديو. انت ممكن تسيبيه سميك عن كده شويه، ممكن الحجم اكبر من كده اقل من كده، ده يرجع ليكي. اهم حاجه نفرده بالنشابه، ما نضغطش عليه جامد علشان ما نضيعش الخمر بتاعه، بس بنفرده فردتين 3 كده بالنشابة. وبعد كده باشيله أحطه فوق الصينية، ودي بتبقى آخر خطوة فيه. ما ينفعش طالما حطيته باغطيه كويس أوي، وما ينفعش أفضل أحرك فيه أو أشيله من مكانه، لأن الخمر بتاعه لو راح مش هيرفع معاكي في الفرن، وبعد ما هتطلعيه مش هيتفتح معاكي بسهولة، ومش هيبقى ناجح طبعا معاكي. هنا بدأت أفرد الكرات بتاعتي كده، وبدأت بأول عجين أنا شكلته معاكم. هنا دي أول طبقة بعد ما خلصتها، غطيتها علشان وشه ما ينشفش معايا. بعد كده بكمل الكمية في نفس الصينية، بحط طبقتين و3 من العيش. أهم حاجة يبقى بين كل طبقة وطبقة في فوطة أو في الغطا اللي انت مغطية بيه الصينية، مبيبقاش فيه أي رغيف فوق التاني. هوريهولكوا بعد ما أخلص الكمية ازاي رصاهم فوق بعض. باخلّص الكمية كلّها، ما بتاخدش في إيدِك وقت خالص. النشّابة بتفرد، ما بنفردش العيش ده بإيدينا خالص، خالص، علشان يبقى متساوي كده. وكمان باحاول وأنا بافرده أشكّله إن هو يبقى مدوّر معايا، وباسيبه يخمر كمان حوالي نُص ساعة. بيرفع تاني قبل ما يدخل الفرن. العجينة ال ال بعد ما فردناها وخلّيناها رقيّقة كده بتعلى تاني معايا. باشيلها بحرص شوية علشان ما اضيّعش خُمرها، وعلشان يطلع من الفرن مرفوع ومن جوّه مفرّغ كده وناجح معاكِ. وبعد كده باسويه بقى، التسوية دي ترجع ليكِ. ما بادهنش وشه أي حاجة، هو زي ما هو كده بادخّله الفرن أو في صينية على البوتاجاز. مش بادهنه أي حاجة خالص. باحاول أنفّض بس الدقيق ده منه واسويه، وما شاء الله بيرفع معاكِ على طول طالما خُمره كويس والعجينة بتاعته مضبوطة، بيطلع معاكِ حلو جدًا، جدًا. وأنا باعجنه حطيت بس معلقة واحدة من السكر، طبعًا المعلقة دي ما سكرتوش خالص، دي بس علشان تقوّم الخميرة معاكِ. على كيلو دقيق حطيت معلقة واحدة، ممكن تزودي كمية السكر لو أنتِ عايزاه زي اللي بنجيبه من برّه بيبقى مسكر شوية كده، براحتك خالص. إنما هو كده حلو جدًا، ساندوتشات بقى وفطار وعشا، جربيه هيعجبِك أوي، أوي. هنا بقى بعد ما سِبته حوالي نُص ساعة بدأ يرفع معايا. دي الطبقة التانية من العيش. هاوريكم الطبقة اللي تحتها.
هي دي طبعا. وانا باخد منه باخد اول رغيف انا فردته، وببدأ كده بالتدريج. كنت حاطه الصواني كلها دي قريبه من الفرن، ومشغله الفرن معايا بيبقى درجه حراره متوسطه، وعلى الصاجه في النص. بصوا هنا ما شاء الله، مجرد ما حطيت العيش بدأ يرفع معايا. بمعلقه كده بدأت اقلبه علشان ياخد وش من تحت، يبقى واخد اللون الذهبي الجميل كده من تحت ومن فوق. وبطلعه ارصه جنبي واحط عليه فوطه برضو علشان ما ينشفش معايا. وده ما شاء الله اللهم بارك، كمية العيش بعد ما طلعت شغلت عليها الشواية شوية علشان تاخد اللي لونه أحمر قوي ده شغلت عليه الشواية خد اللون الجميل ده. وطبعا اللي واخد بس لسعة من تحت ومن فوق ده ما شغلش عليه الشواية، كان بس دي لسعة الصاجة بتاعة الفرن. فليكي مطلق الحرية، عايزة تخليه كل لونه أحمر، عايزة تخليه فاتح كده براحتك خالص. وممكن تحمصيه بعد ما يبرد، ترجعي تشغلي الفرن تاني على درجة حرارة هادية، وترجعي ترجعيه الفرن تاني، هيتحمص معاكي وهيبقى حلو جدا جدا. ما شاء الله اللهم بارك، حلو جدا ومفرغ من جوه كده. تعملي سندوتشات ده مدارس بقى، وكمان سحور رمضان بيبقى حلو قوي فيه. جربيه واعملي كمية وحطيها في اكياس في الفريزر، مش هتشيلي هم عيش خالص. كفاية ريحته في البيت وانت بتعمليه. انا بحب ريحة المخبوزات قوي قوي في البيت. كمية ديت من كيلو دقيق، ده غير اللي اتاكل طبعا. جربيه، ولو عجبتك ما تنسينيش باللايك والاشتراك في القناة، وكمان كومنت حلو زيكم كده علشان تفرحوني بيه. والسلام عليكم ورحمة الله.